في شلال العود في محافظة إب، لماذا تسبح هذه الأسماك عكس التيار وتحاول تتسلق هذا الجدار؟ تابع الفيديو لمعرفة التفاصيل. في البداية دعنا نتعرف على نوع هذه الأسماك، وفي نهاية هذا الفيديو سيتم توضيح كيف تم وصولها إلى هذا الشلال. يسمى هذا النوع من الأسماك بالسمك النهري، وهي تعيش في المياه العذبة والمياه قليلة الملوحة. ويعد هذا النوع من الأسماك من الفصائل الأوروبية والشرق آسيوية، ولكنها انتشرت في أنحاء عدة من العالم. ويتواجد السمك النهري في الأنهار والجداول المائية، وأحيانا في البحيرات والمياه قليلة الملوحة ومصبات الأنهار. تهاجر هذه الأنواع إلى منبع الأنهار لكي تضع بيوضها، وهذه الأسماك يتم أكلها في بعض المناطق، إلا أنه في الغالب يتم استخدامها من قبل الصيادين كطعم لاصطياد الأسماك. أما من أين أتت هذه الأسماك إلى هنا؟ من المعروف أن وادي بنا ينتهي به المطاف في المحيط الهندي عبر محافظة أبين، وهذه الأسماك تسبح عاكسة للتيار من المحيط الهندي إلى هذا المكان عبر مسار الوادي، أي أنها تسبح عكس مجرى الوادي. ولكن بسبب هذا الجدار لا يستطيع الوصول إلى منبع هذا الشلال إلا أعداد قليلة منها فقط.